نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب عايش في الدنمارك. في حلقات كتب المهجر هعرض بعض من الكتب اللي كتبت خارج الوطن لكتاب مصريين وعرب عايشين في اسكندنافيا، وأنا سميتها كتب المهجر لأنها طبعا تأثرت بالثقافة وبالتقاليد وبالعادات الإسكندنافية، والثقافة الإسكندنافية مش بس مختلفة عن ثقافتنا الشرقية، ولكن حتى مختلفة عن ثقافة باقي أوروبا يعني. وده طبعا عكس على نوع الموضوعات وطريقة تناولها، وخصوصا مفهوم حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية التعبير اللي هي بتعتبر قيم مقدسة هنا. وطبعا نظر كمان لأن احنا عايشين في مجتمع ديمقراطي فتأثرنا كمان بهذا السلوك. الأول دي السيرة الذاتية بتاعتي، المناصب اللي أنا توليتها على مدى، وده الكتب اللي من سنة 1991 لغاية 2023. دي الكتب اللي نشرت طبعت في الدنمارك بالعربية والإنجليزية، وجميع هذه الكتب تقرأ مجانا مساهمة لمبدأ أن القراءة للجميع، وفي رابط PDF لكل كتاب تحت الفيديو. كتاب الحلقة ده بعنوان ملف محمد باللغة العربية لسنة 2006، وده الفهرس بتاع الموضوعات. الكتاب بيروي رؤية واقعية لتسلسل الأحداث قبل وبعد نشر الرسوم المسيئة للرسول في الدنمارك سنة 2005، وبيعرض الأسباب الحقيقية وراء الأزمة اللي اعتبرتها الحكومة الدنماركية الأسوأ سياسيا واقتصاديا من أيام الحرب العالمية الثانية. التجربة بتاعت حياتي الطويلة في الدنمارك أكثر من نص قرن أتاحت لي إمكانية أن أكون شهادة من أهلها على صفحات هذا الكتاب. البلد دي زي ما أنا عرفتها المدة الطويلة دي هي الحقيقة كانت آخر بلد يتوقع أن تكون مسرح للصراع بسبب الأديان، وأن يتعرض الشعب بتاع الدنمارك اللي هو من أكثر شعوب العالم تسامح يتعرض إلى موجة عدائية تعد الأشرع من عشرات السنين. يعني وكان في بصفة يعني المقياس كان في معظم فئات الشعب للحق، يعني كانوا بيعتبروا أن الرسوم هي مسيئة ولا تحمل أي رسالة فكرية، نشرت فقط للاستفزاز والإساءة ولترويج فكرة الإرهاب الإسلامي. ده كانت الفكرة عند معظم الناس. طبعا في أقلية اللي هي اليمين المتطرف وهكذا، دول طبعا بيفكروا بطريقة تانية. طبعا الدنمارك زي ما في البلد هادية جدا وموجودة في آخر شمال أوروبا، ولكن لما نشوف التراكمات اللي حصلت كان على مدى أعوام طويلة من ناحيتين. من ناحية المهاجرين كان في تراكمات كانت استفزت مشاعر المسلمين. ما كانش بيمر يوم واحد في الفترة اللي فاتت دون ما تسلط وسائل الإعلام الضوء على مساوئهم وعلى سلبيتهم وعلى نسبتهم في الجريمة بالنسبة لبقية البلد. وكان بيتعمل ده إن لم يكن لكسب سياسي فهو كان بيبقى ترويج لبيع الصحف للأسف يعني. ولكن في المقابل كان في برضو تراكمات سلبية من سلوك بعض الأجانب، سواء كان العداء الممنهج ضد المجتمع اللي بيعتبروه كافر، أو في لما نشوف نسب البطالة ونسب الجريمة اللي هي مرتفعة ما بين المهاجرين الأجانب.
وكان في تزايد في الإرهاب الإسلامي برضو في الفترة على مستوى العالم يعني. وكل الحاجات دي طبعا ساهمت في جميعها في تصعيد الأزمة. طبعا في الأئمة والجوامع طبعا لعبت دور جامد في يعني تصعيد الأزمة أكتر يعني. هنا مثلا السفيرة المصرية يعني كانت عامل مهم قوي، لأنها بدل ما تسمع للناس المسلمين المعتدلين راحت سمعت للأئمة، وطبعا دون ودى يعني زاد سخونة الموقف يعني. طبعا كان في مخاوف كتيرة، وكان في وراء الأزمة من الناحيتين. في كان الأئمة بتاعة الجوامع وقتها كانوا متشددين قوي، وكان كمان في اليمين المتطرف اللي هو ما بيحبش الأجانب أو ضد الأجانب، برضو ساهم في تأجيج الأزمة أكتر يعني. وللحق برضو كان في عدد من الناس وزراء ومسؤولين كانوا معارضين تماما لنشر الرسوم، ولعبوا دور عظيم جدا في ان هم الأزمة ما تزيدش عن ما حصل لها يعني. ودول طبعا يعني يعتبروا قلة طبعا اللي هي ساعدت في كده. ولكن برضو كان ساعتها رئيس الوزراء كان يميني شوية، وللأسف الغطرسة بتاعتهم ودت برضو أدت يعني أثرت في. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم.